فاكرين الباسبور ده او كفر الباسبور ده؟ نزلناه لكم قبل كده، ولكن اكتشفت ان انا ما كلمتكوش كفايه عنه، وبما انه كان مطلوب مننا الفتره اللي فاتت وكنت قاعده كده اخر الليل، عاده ده الوقت اللي انا بحب قوي الون فيه، سواء اخر الليل او الصبح بدري. كنت قاعده رايقه بصراحه، وقلت طيب اصور لكم طريقه التلوين او خطوات التلوين بتاعته، لان هو فعلا صغنن وتفاصيله دقيقة. ويعني انتوا شايفين اصلا لو واخدين بالكم ما بين حجم العين وحجم ايدي او الفرشة اللي شغالة بيها، هتاخدوا بالكم قد ايه الفرق واضح في الاحجام. يعني احنا نقدر نقول انا بشتغل فعلا بفرشة زيرو او اقل كمان من الزيرو. ده ليه؟ علشان خاطر لازم اطلع كل حاجة بدقة. ده نعنوع كان بيسلم عليكم. طيب انا اصلا بلونه ازاي؟ في اكتر من طريقة. كل جزء في التصميم بيحتاج طريقة مختلفة. في أجزاء بحب إن أنا أسيح فيها اللون واستخدم فكرة ألوان المية وإن اللون ينشع وينتشر. فيها أوقات تانية أو أجزاء تانية بحتاج فيها إن أنا أحط كوت تقيلة من اللون علشان خاطر ترمي معايا ظل، زي هنا كده مثلا. كل طريقة منهم بتخدم جزء معين في التصميم وبتديني تأثير معين بحيث إن هو يظهر التفصيلة دي بأفضل شكل. بعد كده بروح ملونة الخلفية بالشكل اللي انتوا شايفينه، وبيبقى هو ده شكل الكفر قبل ما يتقفل. اكيد هستنى اعرف رايكم في الكومنتات، وكمان مستنيه اعرف اي سؤال انتوا حابين تعرفوه عن الالوان.